في حدا عم يسأل إنه بالعيلة عندكم هل أنا أول كنة، يعني أول زوجة ابن، وفي غيري عربيات، وشو كان رد فعل أهلك وقت حكيت لهم إنه بدك تتزوج بنت عربية؟ ماشي. هي مرتي أول واحد ووحيد لأنه هو وحيد. ايه تزوج. وأنا البنت العربية الوحيدة بالعيلة وأول كنة، وأنا كمان يعني. وآخر كنة يعني. ايه. وثاني شيء شو كان رد فعل أهلك وقت حكيت لهم بدك تتزوج بنت عربية؟ أهله كتير كانوا مبسوطين ومرحبين بالفكرة من البداية، الحمد لله. يعني بالعكس كتير مبسوطين وكتير فخورين إنه ابنهم يتزوج بنت عربية. صح. وما كان في عندهم أي مانع، بالعكس. مو بس أهله بصراحة، حتى وقت نمشي بالشارع أو بالسوق كتير أشخاص تقول إنه ما شاء الله لازم الصينيين يتزوجوا أكتر من البنات العرب، كتير حلو، عرف أقاربك كمان على بنات عرب وهالحكي. لا، لأن مو بس حلو، يعني المسلمين الصيني بشكل عام يعني تقريبا كله عم يفكروا أهل العرب يعني أهل الدين، أهل العرب يعني أهل الإسلامية تماما. مشان هيك المسلمين الصينيين البعض الناس يعني حتى بعيد عن الدين شوي بس يحترموا الدين. يعني إذا أخذت الأحد يعني بنت العربية معناتها أنت أخذت دين. هذا النقطة أهم شيء. الحمد لله. الحمد لله. وأمه وأبوه بشكل عام حسب يعني نحن شو بنحكي لهم عن موضوع الدين بشكل عام بيسمعوا مننا أمه وأبوه. يعني حتى أبوه مثلا كتير أحيانا بيحكي معي بس مشان يسألني على أحكام أشياء أو هيك صح أو هيك غلط، يعني بحبوا يسألونا، والحمد لله إنه نحن شو بنحكي مع أمه وأبوه بيسمعوا وبيساووا. إيه الحمد لله.